كلمنا عن الإحالة، يعني المفاجآت الجديدة في الإحالة والتهم الموجهة ليوسف قاتل الإسماعيلية. طبعا النهارده في خمس اتهامات للمتهم يوسف، المتهم بقتل زميله في المدرسة والشهيرة بقضية المنشار. دلوقتي في 5 اتهامات في امر الاحاله. طبعا احنا طلعنا وقلنا اللي في تحديد موعد 25 فبراير نوفمبر الجاري بعد 4 ايام محاكمه المتهم يوسف بقتل زميله. في دلوقتي 5 اتهامات احنا نازلين بيهم. 5 اتهامات. ايه هم ال5 الاتهامات؟ اول حاجه القتل العمد، تاني حاجه الخطف، ثالث حاجة سرقة التليفون، الرابع حاجة حيازة سلاح، خامس حاجة حيازة أدوات للجريمة وهي المنشار. تمام. يعني نقدر نقول 5 تهم، منهم 3 كبار. تمام. 2 كبار، 2 جناية و3 جنحة. طب خلينا نتكلم عن تفاصيل الواقعة والسيناريوهات الكثيرة وتفاصيل الواقعة أو التحقيقات الماضية. هناك حقيقة واحدة تم ثبوتها في التحقيقات. ممكن تكلمنا عن السيناريو الأكيد اللي تم تأكيده في السيناريو؟ هي الواقع بقى كده. احنا خلاص ما كنا في الأول بنقول سيناريوهات وتخمنات دلوقتي احنا في 12 شاهد عندي في القضية، تمام، أكدوا واقعة. وطبعا المتهم اعترف في الاخر بعد كذا حكايه او روايه، تمام، اكد الواقعه الاكيده اللي هو قتل صاحبه، استدركه، رتب للجريمه. نبدا من الاول. رتب لجريمته، يعني شارك معه في الجريمه دارك ويب. وتاني حاجه استدرك وخطف المجني عليه وقتله. وطبعا احنا زي ما احنا عارفين اللي هو قطعه واخفى جسم الجريمه واخفى معالم الجريمه والمتهم. كيف تورط والد المتهم وصاحب محل التليفونات وعم المتهم في القضية؟ وهنتكلم عن عم المتهم، هل له دور في القضية؟ احنا خلينا دلوقتي عشان الناس تفهم واحدة واحدة. المتهم عمل الجريمة كلها لوحده، تمام، ترتيب لوحده، نية لوحده، تمام. وهو دلوقتي نازل بيتحاسب في القتل لوحده، تمام. ابوه طبعا هيتوجه له تهمه التستر. محل التليفونات هيتوجه له لسه ابوه ومحل التليفونات لسه ما اتحط لهمش يوقدوا وصف، لسه القضيه بتاعتهم ما اتحلتش. بس طبعا توقعاتنا اللي هي هتتحال لجنح بتهمه والده، هيتحاكم بتهمه التستر. محل التليفونات بشراء تليفونات مسروقه واخفائها، تمام. وعمه استبعد من القضيه. عمه تم استبعاده من القضيه. خلينا نتكلم عن تفاصيل الاحاله والحكم المنتظر ليوسف. الحكم المنتظر ليوسف القاتل او السفاح، او زي ما يقال، يعني انا وانا بقرا الاقوال انا شايف سفاح، بجد شايف سفاح معايا في القضيه. انا بطني وجعتني وانا بقرا الاقوال. محتاجين برضه حضرتك تصرح لنا باقوال المتهم. ماشي. اقوال المتهم، هو قال اللي انا عملت كده عشان شفت فيلم او مسلسل اسمه ديكستر، مسلسل اجنبي. المسلسل ده محتواه او بيهدف للعنف واستدراج الاصحاب وتمثيل معاهم جرائم. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا الحكم اللي هو هياخده على حسب، احنا معانا 5 اتهامات عشان ينزل في ال5 ده. هو يعني يا ريت كلنا ندعي اللي هو يتحكم عليه في ال5 عشان 5 حلوين قوي، تمام، عشان يفضل محبوس جوه بالظبط، تمام. فاحنا دلوقتي بنتكلم من 10 ل 15 سنه حد اقصى في طبعا طبقا للمواد الاتهام اللي هي ماده 109 و101 من قانون الطفل، تمام، اللي هو هيتحط في ايداع مغلق في احدى المؤسسات العقابيه، اذا اللي احنا مسمى عنها الاحداث او الاصلاحيه. هيتحط في ايداع، هياخد مثلا من 10 ل 15 سنه، تمام. وايداع مغلق، يعني لا يطلع ولا يخش. هو مش محبوس بس، ولا يطلع ولا يخش. اخره بس يجيله زيارات او
اهله يزوروه وما يطلعش من المكان دوت الا بالحكم المحكمه. بحكم المحكمة. ده منتظر ممكن من سنة، من كام لكام؟ يعني من 10 ل 15 سنة. من 10 ل 15 سنة. ده في القتل العام. ده في القتل العام. لسه في خطف ولسه في سرقة ولسه في حاجات حلوة كده اهو جنبها، ممكن نخش لنا مثلا في 20، واحنا طبعا بنتمنى يكونوا 30 40. أشقاء المتهم كانوا شهود إثبات على والد المتهم. تمام. وتم الحقه بالقضية بسببهم. خلينا نتكلم عن التفاصيل دي وازاي عرفوا بالقضيه. اخوات المتهم في الاول كان اتخذ اقوالهم على سبيل الاستدلال. على سبيل الاستدلال، يعني ايه على سبيل الاستدلال؟ يعني هم دليل برضو في القضيه، تمام، على الواقع وعلى المتهم. فاتخذ اقوالهم واكدوا وجود الاب ساعه الواقعه، تمام، مش ساعة الواقعة ساعة الجريمة، لا، ما بعد الواقعة. يعني الأب وصل مكان الجريمة بعد ما اتقتل المجني عليه وبعد ما اتقطع، ما اتقطع، بس مش قبل ما يعني اترمى او اتعان او اتحط في اماكن مفترقه، كان لسه موجود في البيت. يعني الاب ده لو كان ادلب وقال اللي ابني قتل، او طبعا الناس هتقول لي في اب هيعترف عن ابنه، هتعترف عن ابنك. جريمه اصلا يعني ليه؟ لان هزت الراي العام. لا، مش هتعرف تخفيها. انت مش هتعرف تخفي. هتخفي ايه؟ لا هو حيوان صغير ولا حيوان اليف اتقتل، لا ده بني ادم. هتخفي ايه؟ فانت اخفيت الجريمه، اخفيت وضللت العداله. كمان هو متوجه له تهمه تضليل للعداله واخفاء ادوات ومساعده. يعني والده او ابو المتهم يعني من 3 سنين ل7 سنين، تمام، من 3 سنين ل7 سنين لوالده، عقوبه منتظره ان شاء الله. من 3 ل7 سنوات. ده للأب. ده للأب للوالد. محل الموبايلات متوجه له تهمة الإخفاء والتستر على مسروقات وشراء مسروقات. تم إحالة القضية للمحاكمة في 25 نوفمبر الجاي، يعني بعد 3 أيام فقط. يعني هنبقى في ظل انتخابات برلمانية. من المنتظر هل هتتأجل القضية ولا هيبقى فيها حكم في الجلسة الأولى؟ يعني احتمال كبير طبعا. احنا عارفين ان معظم القضاة بيشاركوا في الانتخابات، فيعني احتمال القضية تتأجل إداري، ومش هتتأجل كتير، ممكن أسبوع بالكتير، تمام، وهتنظر تاني، تمام. وفي نفس الوقت احنا لسه بدري، يعني لسه في محامي طبعا المتهم هيطلب طلباته، وفي محامي المجني عليه الاستاذ محمد حسين الجبلاوي هيطلب طلباته. فطبعا احنا لسه بدري على موضوع الحكم، يعني اللي احنا خلاص يعني مش من اول جلسه هيتحكم فيها، لا، احنا لسه عندنا يوم 25 في انتخابات ممكن تتأجل، وبعد كده هتتداول في المحاكم لحد ما طبعا طبعا من حق اي متهم بحضور محامي والدفاع عنه، فلسه يعني لسه قدامنا وقت شويه. تمام. خلينا نتكلم ونرد على فيما يعني تم تداوله في الفترة الماضية، ان المتهم قال في احدى السيناريوهات انه اكل من لا هو ما اكلش المجني عليه. لا، بعد الورق وبعد شهادة الشهود هو ما اكلش، والجثة مدفونة سليمة ما فيهاش اي حاجة. ده كان زي ما حضرتك بتقولي سيناريو او رواية لتضليل العدالة، بس طبعا الشهود اثبتوا اللي هو او تقرير الطب الشرعي للمتوفي رحمة الله عليه اثبت اللي هو ما اتاكلش منه، ما حصلش الكلام ده، هو اتقطع. هو قطعه. هو قدر يشيل المنشار الكهربائي يقطع لوحده. هو وهو بيقطع اتعور. يعني هو بيقطع بالمنشار، المنشار طبعا لعدم خبرته. هو يعني الدارك ويب طبعا بيدي مهمات وبيتحكم عليه زي ما احنا متعارف او بنسمع عن الدارك ويب. طبعا ده يعني هنقول محرض خفي، يعني محرض خفي، لان الدارك ويب ده عبارة عن شبكة سوداء لا نعرف اخرها ولا اولها ايه، بس طبعا اللي بيمشي في الطريق بتاع الدارك ويب دوت طبعا بيتحكم عليه زي ما احنا عارفين
بفيديوهات وبيتبعت له حاجات يعملها، وموضوع انا يعني مش خبره ولا اهل ليه اللي انا اتكلم فيه. الدارك ويب هو المتهم الرئيسي في القضيه، يعني حب المتهم انه يطلع ترند فقرر انه يشتغل مع الدارك ويب ويسجل ويبقى. اي قضيه يا استاذه لازم يكون فيها محرض. ما ينفعش طفل في السن ده يعمل جريمه زي ديت من غير محرض. فالدارك ويب ومسلسل ديكسترا الاجنبي طبعا هو لحد وقتنا هذا هو المحرض في القضيه، والمتهم نازل لوحده. يعني لو في محرض شخص تمام هينزل معاه تمام. احنا دلوقتي المحرض اللي على الورق هو على حسب اقوال المتهم في تحقيقات النيابه اللي هو شاف فيديوهات، شاف مسلسل فقلده تمام. ولسه لحد دلوقتي برضو خلي بالكم والده لسه التكييف القانوني لسه ما تكيفش المواد الاتهام لوالده. يعني ممكن نتفاجئ في اي وقت والده ينزل في محكمه الجنايات ما ينزلش جنح. لسه لحد دلوقتي ما نعرفش. النيابه طلعت امر الاحاله في يوسف في القاتل، لسه والده محل التليفونات، لسه الموضوع لسه ما تقفلش. قبل ما نختم كان زملاء يوسف القاتل في المدرسه بيقولوا ان هو كانت الفلوس في ايده كتيره، كان بيطلب منهم ان هم يمثلوا مشاهد صعبه جدا من افلام ومشاهد يعني هو ما يقدرش عليها. كل الكلام ده يا استاذه روايات بره الورق، يعني روايات بره الورق. احنا عايزين ناكد بس للناس لان دي اقاويل بتتداول. يعني يوسف او القاتل او السفاح تمام كان عنده ميول عدوانيه، وكان عنده مثلا هنقول ايه سوء سلوك، لان ده تقرير ولكن كامل قواه العقليه. كامل قواه العقليه. بس يعني احنا هو التقرير طلع بكامل قواه العقليه، واللي هو مش مريض نفسي بس عنده سوء سلوك وعنده ايه عدم اتزان في سلوكه. وده طبعا احنا عارفين بيجي عابره. ده ما يمنعش ان انا اعمل جريمه وارتب لها، لا انا ذكي عارف بعمل ايه وبشتري ايه. راح اشتري الجوينتي وراح اشتري الشوال وراح اشتري ادوات الجريمه. انا عارف بعمل ايه وعارف ان انا بنفذ القضيه بنفذ الجريمه في وقت انا مش هتحاسب فيه كاعدام. بالظبط. يعني مثلا لو هنتكلم في الشرائح بتاعه قانون الطفل بيقول لك من 7 ل 12 ومن 12 ل 15 ومن 15 ل 18. طب من 15 ل 18 ده يتعمل ايه؟ يتعمل له ايداع؟ لا ما يتعملوش ايداع، يتحبس. فلو يوسف كان كمل 4 شهور كمان 4 شهور في شهر 3 او 5 شهور كان اتحكم عليه بالسجن. لا ده هو مرتب في الوقت والميعاد والزمان يعمل ايه بالظبط. في طبعا الرأي العام في الإسماعيلية بيطالب بتغيير قانون الطفل. كلنا بنطالب بتغيير قانون الطفل، محامين إسماعيلية كلها بتطالب بقانون الطفل. محامي المجني عليه، أنا محامي طبعا شهود في القضية بطالب بتعديل القانون. بس احنا دلوقتي خلاص القضية نزلت ونزل لها مواد الاتهام وأمر الإحالة نزل. فاحنا يعني بندعي الله وعدالة السماء اللي يجي حق المجني عليه، وطبعا يصدر اشد عقوبه على المتهم اقل ما فيها لطفي نار اهل المجني عليه. الله يكون في عونهم وربنا يرحمه.